شوف القصة دي جميلة قوي وهتنفعك قوي. حوار من واحد من أهل الدنيا وواحد من أهل الآخرة. الدنيا: ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ الآخرة: الحمد لله تمام. دنيا: يا بختك ارتحت قوي، الدنيا بقت صعبة وهم، أنا بحسدك. الآخرة: صعبة؟ شايف اللي أنا فيه راحة؟ أنت شايف كده؟ دنيا: الواحد مطحون ومش مرتاح والهم راكبه على طول. ايه اللي بتقول على ده؟ هم ايه؟ كنت بقول زيك كده، يا ريت نرجع، يا ريت نرجع واعيش حتى الهموم دي تاني، بس ارجع. على فكرة انا اللي بحسدك. الدنيا: يا ليه بتقول كده؟ ده انا فاكرك مرتاح. عرف، انا كنت شايف الموت ده راحة، معرفش ان موت يعني هقابل ربنا، معرفش ان انا ابقى قاعد فجأة كده لا تعبان ولا في اي حاجة، اشوف ملايكة جاية تقف قدامي وجسمي اتخدر، جسمي اتخدر مش قادر اتحرك، ولقيت ملك الموت جاي عند رأسي، مش قادر اقول له سيبني 5 دقايق اصلي ركعتين توبة لله عن اي حاجة غلط عملتها في حياتي، ولقيت روحي طالعة قدامي شايفها بعيني، مش قادر امسكها بايدي، عمال اقول هتروحي تقولي لربك ايه؟ ارجعي، هتروحي تقولي لربك ايه؟ ولكن ولا اي حاجة. الدنيا بيقول له طب وقبرك؟ ياه على القبر. تعرف اول ما انتوا سبتوني وخلاص ماشيين بعد ما دفنتوني، عايز انادي واقول ما تسيبونيش، ولكني مش عارف. سبتوني ومشيتوا وهو قدامي ملاكين، لو قعدت احكي لك على شكلهم المرعب مش هعرف. قوموني وسالوني اسئلتهم مفيش اسهل منها، ولكن مش اي حد يجاوب عليها. دنيا: طب ايه اكتر حاجه ندمان عليها؟ بكى جدا وقال يا اول حاجه ندمان عليها الصلاه، ندمان على كل فرض ضيعته، اللي ما صلوش دول راحوا فين؟ ندمان على كل اذان كنت بسمعه، كان كل ربنا ما يناديني ما اروحش. والنوم اللي كنت بكسل عن النوم، بكسل عن الصلوات وانا نايم، وخاصه صلاه الفجر. النوم اللي كان واخد نص يومي، الدنيا اللي كانت بتلهيني في كل وقت رمتني تحت التراب وراحت لغيري. دنيا: طب واحكي لي القرآن عمل معك ايه في القبر؟ بكى زيادة وقال ده كان من آخر اهتماماتي. ازاي كان يجي عليا كل يوم، ازاي كان كل يوم يعدي عليا وما اقرأش فيه لو صفحة قرآن كانت نفعتني دلوقتي؟ ازاي ما كنتش بقرأه؟ تعرف انا بشوف ناس معايا هنا بيقرأوا قرآن، كانوا بيقرأوا قرآن، القرآن مؤنسهم، أحلى ونس في قبرهم، وأنا قاعد في وحشة القبر، معرفش أوصف لك يعني إيه وحشة قبر. دنيا: طب والصدقات والقيام والأعمال اللي كنت بتعملها؟ كنت بندم إن أنا أبقى في الأرض وربنا في السماء الدنيا، إني ما كنتش بصلي ركعتين، ما كنتش بصلي ركعتين لله وارفع إيدي أدعي دعوتين ينفعوني دلوقتي. في ناس هنا نورهم منورة نور صعب أوصف لك فيه وصعب يجي في بالك من القيام. طب والصيام والصدقة والأعمال والحاجات دي؟ قال يا كنت بضحك على الناس دي قوي، كنت بقول هم مضيعين دنيتهم، كنت بقول هم مضيعين فلوسهم، ما كنتش أعرف إن دول بيجمعوا في حسنة، في يوم الحسنة في اللي بتفرق. أنا اللي ضعت يا صديقي، والله أنا اللي ضعت، وأنا اللي بحسدك. الدنيا: طب انصحني طيب، اوعى تغرك الدنيا، اوعى تفتكرها دايما غمضة عين. رحت في غمضة عين مع ربنا وما تعملش زيي. هو بيحبك، والله بيحبك، ولكن احنا فاكرين ان الدنيا اللي بتحبنا اكتر. خليك حريص على الحسنة، ما تكسلش عن طاعته، والله اللي انت بتضيع نفسك عشانهم زايلين وماشيين مش نافعينك. قرب من ربنا وخليك صح، خليكش غلط. الدنيا لا تسوي جناح بحوت، والله الدنيا ما تسوي جناح بحوت. وخلي يوم موتك لقاء شوق،
كده تكون القصة خلصت. ما تنساش تبعتها لكل اللي عندك، عشان اللي ما بيصليش يصلي. إن شاء الله هتكمل في الفيديو اللي جاي عن مراحل عذاب القبر. فكرك لو وصلت معايا لحد هنا ومحتوى عاجبك، استاذنك تشترك في القناة وتتابعني، واعجاب وشير الفيديو زي ما قلت لك. السلام عليكم.